السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى كانت زيارة الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، كانت موجودة عندنا النهاردة. حبيت بس أوريكم كانت الزيارة، الكلام اللي كان متواجد فيها، وهي كانت بتشوف البنات طلباتهم ايه. زي كل دورة بنعملها بتيجي تشوف البنات محتاجين ايه، وبتحاول على قد ما تقدر ان هي تنفذ طلباتهم. وكانت دورة الكهرباء كانت مقامة تحت تدريب الأستاذ صلاح. الدورة ديت كانت نهايتها هتبقى يوم الخميس الجاي ان شاء الله، اللي هو تقريبا هيبقى بكرة. وان شاء الله هتبدأ بقى دورة الكهرباء، واول مرة في الوحدة المتنقلة يتعمل دورة كهرباء للبنات ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله هتبقى يوم السبت القادم ان شاء الله. ودي فعاليات او ده كلام الدكتورة نسرين. يلا شوفوا هي قالت ايه للبنات وايه الطلبات فاذا بتاعتها. الجديده ما فيش 4 كيلو، اذا كنتوا هي البنات قريبه من بعض، احنا بنبقى موجودين في مكان ومتفقين بعد الجديده. ثانيه واحده يا هناء، ثانيه واحده يا هناء. قلنا بعد الجديده كنا هنروح اوش الحجر. احنا انا جايبه الموافقه بالثلاث القرى اللي جنب بعض، عشان انا عارفه الناس اللي فيها، وعارفه ان هم برضه هيستوعبوا العربيه ويساعدوا ويعملوا تسويق لوجود العربيه. انا هستاذن المستشار هيجي ولا كلمه؟ انا رنيت عليهم. طيب هو قال لي هو قالوا لي جاي. خدوا يا جماعه رقمي وعايزه ارقامكم، هعمل لكم جروب هنعمل لهم، واتساب. احنا نعمل لهم ندوه عندنا في الجمعيه ونوديهم الجهاز، وهتبقى حاجه جميله جدا ان شاء الله. ايوه ما هو يعني في البيت. ايوه مشروعك في البيت. خدوا خلاص رقمي. احنا ثواني هنكلم بس. المستشار لو زودنا شهر كمان. ان ما كانش هتروح على جدية الهالة. ما فرقتش 3 كيلو ولا 4 كيلو. لا هي نفس المواصفه بالنسبه لنا احنا بنركب نفس. خلينا هنا احسن، خلينا هنا احسن. والله انا برضو عشان انا كاتبه الورقه ومحدده المده، انا هستاذنه ان ممكن ازود شهر كمان ولا اروح على الجديده، وعلى اساسها هيرد عليا ان شاء الله. لو شهري كمان هنا الورقه كذب الله. لازم نكلم الناس بصراحه. لا اقسم بالله انت ناس انا مش مستعده، كلام قليل عليكم امام الله يعني. الله الوكيل شهد الله. وانا عايزه المره الجايه 7-1-8 هقول لكم على حاجه. بعد جهاز تنميه المشروعات ده اللي هيكلفك انا عندي في الجمعيه ناس كويسه جدا بنعلم الكروشيه. لو عايزين تواصلوا بس هيبقى طب خدي رقمي بقى. بنركز كام يوم بس لازم تتدرب حلو جدا ومنتجاتها حلوه. والناس اللي بتشتغل عندنا بنعمل لها معارض وبتبيع منتجاتها في النوادي للناس، ويعني والحمد لله يعني احنا بنساعد ستاتنا يعني. بس انا عايزه المره الجايه اشوف مجموعه بتشتغل بالكهرباء والسباكه ان شاء الله. احنا نفسنا في مكان خياطه يا دكتوره، نفسنا في مكان خياطه. ما انا قلت لك ايه اهو. اولا في مسابقه هنعملها ونشوف الاوائل الناس هتتبرع بالمكن، واللي مش هياخد في نصيبه هنوديه للجهاز، وهو الجهاز هيخليه يشتري المكنه بأقل حاجه، ويقسط بحاجه بسيطه خالص قوي قوي يعني. فكله محلول يعني. بس الكهرباء زي ما بقول لكم كده شدوا حيلكم وادخلوا. انا عايزه والله يا مس. خلاص ماشي. يعني الناس هي عايزه كهرباء وانت بتعلمهم. لا قليل، انا قايله له بس عشان انا لوحدي بس، فما فيش حد طلب. انا بس اللي طلبت. العدد يشارك الشباب الصغير اللي زي ولاده وقاعد قدامه، وكلها تعليم. يعني اللي اقعدوا معاهم وايه المشكله؟ ده شباب قد ولادنا. لان انا يا اما تلم منك مجموعه وده هيبقى صعب، او تحضري معاهم العيال بتتعلم يعني. احنا قاعدين بره اهو في الشمس اهوت قاعده زي الفل يعني. ماشي؟ قاعدين معاكم شويه. اسمي يا استاذ محمد. نعم خلاص يا جماعه ورقه الوقت اللي بعد الصلاه. لا ما هو لحد الساعه 3 الفتره الدوره الثانيه من 12 هي ما ينفعش حاجه واحده، هي 3 حاجات. الوزاره بعتها 3 حاجات، فلازم نشتغل 3 حاجات. وكلها مصلحه وكلها معرفه. ويعني انا الست اللي بقول لك اللي بتبقى مهندسه ولا اللي بتبقى جراحه وبتخش ما تخش تشتغل في كل المجالات، والسوق محتاجكم. بدل ما العيال عايزه تركب التكاتك خليهم في التكاتك، خليها تنفعهم واحنا نخش في كل المجالات. ماشي؟ ربنا معاكم ان شاء الله. انتوا عارفين طبعا لما حاجه سباحه بتحصل بنقعد نستنى الراجل قد ايه جبتك اما يحبها ويصلحها لنا. عشان عندي حاجات عايزين تستنى حاجه ولا فيشه ولا يا ريت ولا حاجه. صوري بالتليفون. اجمع لك بس الخطه فين.
بشكرك جدا جدا انك وصلت بالفيديو لحد هنا. لو لسه ما حطيتيش اللايك حط اللايك واعمل اشتراك في القناه، وانزلي حط كومنت تحت الفيديو. ان شاء الله باذن الله الدوره بتاع الكهرباء هتبدا يوم السبت باذن الله، عشان دي اخر دوره لنا في برق العز. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.